السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبابي في الله وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن نخوض في تلك القصة الجميلة عن تلك المرأة البطلة الفارسة القوية التي زكتها آيات القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابيات والرجال من الصحابة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن واقع سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد غرس فيهم دعاء التزكية هذا: اللهم أت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. هذا الدعاء لكل عاص، لكل تائب، لكل عائد إلى الله تبارك وتعالى، لكل من أراد تطوير نفسه أو تزكيته أن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في التزكية هذا: اللهم أت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. تجمعوا: اللهم أت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. جميل أيها الأحبة. طب آيات التزكية في القرآن الكريم، أولا يعني إيه تزكية؟ آيات التزكية في القرآن الكريم مذكورة في القرآن الكريم أكثر من 65 موضع في آيات القرآن الكريم، في سورة طه وفي سورة عبس وفي سورة الليل وفي سورة الأعلى وفي سورة الشمس، في سور كتيرة في القرآن الكريم. جميل جميل. طب ماشي، كلمة تزكية يعني إيه؟ كلمة تزكية في اللغة زكى الشيء أي تطور ونبغ. فتقول مثلا العرب زكت الخيل، يعني خرج من الخيل أو خرج من الخيول العربية والأحصنة العربية دي طفرة من الخيول كانت أفضل الخيول العربية في إيه؟ في هذه السلالة اللي اتولدت من الخيول. تقول العرب أيضا زكت الأرض، يعني خرج السنة دي محصول من الأرض الزراعية، أو خرج محصول من أي بقى محاصيل الأرض الزراعية، كان طفرة النهاردة في السنة دي وكانت جودته عالية في البيع وفي الشراء وفي كده. هذا معنى كلمة زكى، أي نما وتطور. فأفضل جيل على وجه الأرض هو جيل الصحابة، جيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم عملوا إيه؟ اللي هم هزموا إمبراطوريتين، الروم والفرس، واللي هم أقاموا الإمبراطورية الإسلامية والدولة الإسلامية على مدار 10 قرون. جيل أعظم جيل على وجه الأرض جيل النبي صلى الله عليه وسلم. فجيل النبي وجيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الجيل الذي كان يحمل كافة معاني التزكية، فقد زكي بآيات القرآن الكريم وزكي بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث النبوية الشريفة. فكانت التزكية فيهم إذ تحققت فيهم دعوة نبيهم إبراهيم: وارسل إلى عليهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. جت حتة تزكية، جت حتة يزكيهم، إن هو ده الجيل الذي حصل على أعظم تزكية. طب هل التزكية انتهت هنا؟ لأ، التزكية ديت مشوار حياة، مشوار عمر، فهي في اللغة يعني التطوير والتنمية، وليست فقط تحسين الحياة الروحانية أو الإيمانية أو قوة الإيمان. لأ، أنت بتزكي وتطور وتنمي نفسك في شتى جوانب حياتك كلها، المادية والمعنوية والروحانية والدينية، فبتنمو وتتطور وتتزكى بمعاني التزكية الجميلة. طب معاني التزكية الجميلة اللي مذكورة في القرآن الكريم كتير، وجيل التزكية ده هو كل جيل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، لأن مشوار التزكية ده مشوار عمر كامل، عامل زي التوبة، عامل زي الاستقامة، عامل زي مدارك الإحسان كلها في توجهك وعلاقتك بالله تبارك وتعالى وبالناس وبالحياة. إذن التزكية أيها الأحبة مشوار عمر ومشوار طويل وجميل. تعالوا ندخل في آيات التزكية في القرآن الكريم، فنلقى أن أول لقاء بين اثنين من الجبابرة، أو أول لقاء بين اثنين من العمالقة، كان أحدهما جبارا والآخر صالحا، سيدنا موسى بن عمران وفرعون. وهذا اللقاء الرائع في سورة طه، حينما قال الله تبارك وتعالى لموسى: فقول له إيه؟ قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. فسبحان الله العلي العظيم، ربنا قال لموسى إنه يقول له قولا لينا. قال له إيه؟ قال له في سورة طه: هل لك إلا أن تزكى وأهديك إلى ربك فترضى. فأراه الآية الكبرى من عدد فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، أنه كذب وتولى وأعرض عن أمري ورسالة الله تبارك وتعالى
على لسان متبنيه سيدنا موسى. سيدنا موسى عاش في قصر فرعون، فيعتبر فرعون كوالد له، أو هو من عاش في قصر الذي رباه ولم يربيه، بل ربته امرأة فرعون المؤمنة التي تمنت بيتا في الجنة، فرزقها الله إياها هذا البيت، وهداها بسيدنا موسى ودعوته إلى الإسلام. سبحان الله العلي العظيم أيها الأحبة. لما نيجي نشوف قول موسى في التزكية، طب فرعون هيتزكى ازاي وهو أصلا ما بيسلمش وبيعبد آلهة وبيقول أنا ربكم الأعلى ومعرض عن الله تبارك وتعالى؟ ما هي التزكية كده برضه، إنك تزكي عقيدتك، تزكي التوحيد بتاعك، تزكي دينك، تزكي حياتك. فأما يقول له هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فترضى، فربنا يرضيك دنيا وآخرة لأنك مهتدي بهدى من عند الله تبارك وتعالى، فلك الرضا والهناء والسعادة والفلاح في الدنيا وفي الآخرة. جميل جدا. ثم تأتي بقى إيه؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. آية عظيمة جدا بتقول لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم أعظم جيل في البشرية: لولا فضل الله عليكم ورحمته يا أصحاب محمد يا أمة محمد ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ربنا بيزكي من يشاء من عباده الصالحين، سبحان الله العلي العظيم. فتيجي آيات التزكية فيقسم الله تبارك وتعالى أقسم من 11 قسم في سورة الشمس بكل خلق الله تبارك وتعالى، عشان بعد الأقسام دي كلها يقول لك على نتيجة النجاح والفلاح بتاع التزكية. يقول لك والشمس وضحاها، بيقسم بالشمس وقت الضحى العظيم، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. شوف الأقسام دي كلها، ألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاه. كل الأقسام دي عشان يقول لك قد أفلح من زكاه، ذاق وهنئ وربح بالفلاح في الدنيا وفي الآخرة من زكى نفسه، وقد خاب من دساها. وانت لك حرية الطريق انك تختار الصح او تختار الغلط، اما دسيت نفسك واخترت الطريق الغلط والبعد عن الله تبارك وتعالى والانغماس في المعاصي والذنوب والآثام دون التوبة والعودة والحوبة إلى الله تبارك وتعالى، لأن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإنك إن عصيت ارجع وتوب، وإن انتشرت المقاطع السيئة والدعوات السيئة والرذيلة على السوشيال ميديا ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي، فعليك أنت أن تنشر الخير وتدعو إلى الله تبارك وتعالى وتنشر النور على بصيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بلغ عني آية كان رفيقي في الجنة. فكلما وجدت لنفسك موضع خير تفيد به نفسك وأمتك وبلدك وأهلك، فضع نفسك في هذا الموضع من الخير والصلاح والفلاح والتقوى والإحسان والتزكية، فتحصل بهذا أنوار التزكية. قد أفلح من زكاه. ويقول لك إيه؟ وقد أفلح من تزكى فذكر اسم ربه فصلى في سورة الأعلى، كأنه حينما يقول لك في الصلاة حي على الفلاح، أنت تذهب في الصلاة إلى فلاح الدنيا وفلاح الآخرة. فالصلاة هذه أيها الحبيب تزكية للنفس. وانت في الصلاة والنهار طويل ومقرف ورخم، فيجي الظهر عشان يرطب عليك وعلى حرارة الجو، ويرطب عليك بأنوار الصلاة، فيهدي قلبك ويهدي عقلك وينور بصيرتك بهداية من عند الله تبارك وتعالى. من رحمة ربنا إن مش الصلوات الخمسة بالليل، لأن ده وقت السكن، وقت هتنام فيه. من رحمة ربنا إن تزكية نفسك في الصلوات الخمسة بالنهار، فيبقى الفجر قرب الصبح الساعة 5، يبقى بعد كده بعد الفجر العمل يجيلك بقى وقت الظهر بقى والحر والقرف وكده، تيجي تزكية النفس بالظهر، تيجي تزكية النفس بعد كده بعد أوقات العمل والراحة، تزكية النفس بالعصر، تزكية النفس بالمغرب، ثم العشاء، قبل العشاء أو بعد العشاء. بعد هذا أيها الحبيب تلاقي نفسك زكيت نفسك طول النهار، فكان عملك فيه إتقان وفيه إبداع بفضل الله تبارك وتعالى. فمين المبدعين دولت؟ المبدعين اللي يشتغلوا في الحياة ويعملوا بجد واجتهاد وإخلاص لوجه الله تبارك وتعالى والعمارة الدنيا والإنفاق على الأسرة والكلام ده كله، وفي نفس الوقت هما بيزكوا أنفسهم بالمحافظة على الصلوات الخمسة في جماعة، بيزكوا أنفسهم بالمحافظة على الطمأنينة في الصلاة، بيزكوا أنفسهم بالمحافظة على الخشوع في الصلاة. فيقول لك إيه؟
قد أفلح من زكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم تيجي سبحان الله العلي العظيم خطة التزكية اللي مشى عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم في سورة الليل، فيقول: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. ربنا بيقسم بالليل وبيقسم بالنهار وبيقسم بالخليقة، خلق الذكر والأنثى وخلق آدم وخلق حواء من ضلع قرب قلب آدم لكي تدل هي على العاطفة ويدل هو على الكيان الكلي من تراب. سبحان الله العلي العظيم. يقول لك إيه؟ وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. اختلافاتكم كلها متوجهة في إيه؟ يعني اختلافات الناس وأذواق الناس وتزكية الناس لأنفسهم وتزكية الناس لبعضهم البعض مختلفة ومتنوعة. لذلك ربنا قال لهم برضو في سورة تانية في القرآن، شوف آيات التزكية مذكورة كتير إزاي: ولا تزكوا أنفسكم إن الله أعلم بمن اتقى. لا تزكوا أنفسكم، ربنا أعلم بمن اتقى، ربنا أعلم بالمتقين، ربنا أعلم بالمتزكيين، ربنا أعلم بالأذكياء، ربنا أعلم بمن فضلهم على العالمين ومن اصطفاهم بفضله ورحمته. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. ثم تتوجه بعد ذلك أنوار التزكية سبحان الله العلي العظيم إلى خط ثاني جميل مشرق بديع، اللي هو إيه؟ بعد إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى. خطة التزكية بقى ما انت عشان تزكي نفسك لازم تعطي وتتقي. تعطي بأن تزكي نفسك، إن مالك ده في قرش حرام، في جنيه حرام كده، فتزكي هذا المال بالصدقة، تزكي هذا المال بالإخراج في سبيل الله، تزكي هذا المال بإعطاء الفقراء والأرامل والمحتاجين. ثم بعد أن تطمن طبعا على الدرهم الذي تضعه في عيالك أو في أهل بيتك أو في يد أمك وإخوتك وإلى آخره من أهل بيتك، يبقى في فلوس تانية خارجة لوجه الله تبارك وتعالى وفي سبيل الخير وفي سبيل الأرامل واليتامى والمساكين والفقراء. فأما من أعطى واتقى، اللي بيزكي نفسه وبيزكي ماله وبيزكي المال اللي منه العمل بتاعه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. صدق بالحسنى، صدق بالتقوى، صدق بالإحسان، صدق بالتزكية. ده هييسر اليسرى في الدنيا وفي الآخرة. هييسر اليسرى في الدنيا بأن يكون كل أموره ميسرة وكل مشاريعه وخططه ناجحة، ويسر في الآخرة لدخول الجنة والفوز بالجنة وبلقاء الله وبالفردوس الأعلى من الجنات. فسبحان الله العلي العظيم، هذه أعظم أنوار التزكية. طب وأما من بخل واستغنى، الخطة التانية بقى اللي مش عايز يزكي نفسه ومش عايز يزكي ماله، البخيل. فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كذب بالتقوى وبالإحسان وبالتزكية، فسنيسره للعسرى. تبقى حياته معسرة، تبقى حياته ضنك، والعياذ بالله في الدنيا وفي الآخرة كذلك، واليعوذ بالله العلي العظيم. فسبحان الله قال لك سيجنبها الأشقى، ثم بعد ذلك هيجنب بقى نار جهنم وكده، سيجنبها الأتقى. الأشقى في سورة الأعلى والأتقى في سورة الليل. سيجنبها الأتقى. مين ده؟ سيدنا أبو بكر الصديق وأمثاله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يؤتي ماله يتزكى. جت التزكية مع المال برضه اهي. يبقى التزكية مع المال، التزكية مع العبادة والصلاة، التزكية مع الحياة والعمل، التزكية في العبادة، التزكية مع أهل البيت وصلة الأرحام والتربية. التزكية موجودة في كل شيء. لذلك قلنا إن التزكية ديت هو مشوار عمر ومشوار حياة معاك طول حياتك. ما يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. مش مستني عطاء من حد، مش مستني حد يشكره على التزكية اللي هو بيقوم بيها، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إنما أقوم بالتزكية وأقوم بالزكاة وأزكي نفسي وأزكي مهاراتي وأطور من نفسي وأعمل للنجاح الدنيا والنجاح الأخروي. من أجل ماذا؟ ابتغاء وجه ربه الأعلى، مرضاة الله عز وجل. ولسوف يرضى. كان النتيجة إيه؟ إن ربنا هيرضيه. فربنا رضى أبو بكر وربنا رضى جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورضى كل من تزكى وذكى نفسه. سبحان الله العلي العظيم. وبرضو ربنا رضى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم نموذج للتزكية على وجه الأرض.
ولسوف يعطيك ربك فترضى ولن يرضى رسول الله إلا وأمته مغفورة له ومرحومة في جنات النعيم. شفاعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أعظم تزكية له على كل الأمم. نعم، فكيف إذا جئنا بكل أمة برسول وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يجي على كل الأمم السابقة وعلى الرسل شهيد، فيشهد بأنهم قد بلغوا الرسالة، ويشهد على كل الأمم ويشفع لهم ويدخلهم جنات النعيم. فدي أعظم نتيجة لتزكية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وتشريفا وتكريما لحبيبنا ورسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. طب ما تلك قصة تلك المرأة الصحابية وقصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكسروا بعد موته، بل قاموا، وقامت بهم الدولة الإسلامية في الجزيرة العربية. وقول أبي بكر مقولته الشهيرة، لأنه زكى نفسه وتقوى داخليا قبل أن يتقوى خارجيا. تقوى داخليا بالتزكية وبقوة الإيمان وحلاوة الإيمان وحلاوة القرب من الله الواحد الديان. قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نعم، سبحان الله العظيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الصابرين أو الشاكرين. سبحان الله العلي العظيم. هنا الآية العظيمة دي والمقولة الكبيرة دي أثرت في نفس عمر بن الخطاب، فقال: والله وكأني أسمع تلك الآية قد أنزلت الآن. أول مرة يسمع الآية، أول مرة يركز عليها كده، فلذلك هدأت نفسه وهدأت أنفس الصحابة مع بكائهم الشديد على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفراق الوحي ونهاية ما أنزل من القرآن. بدأوا يجمعوا القرآن، وبدأوا يأسسوا الدولة الإسلامية العظيمة، وبدأت حتى اتجاهاتهم توصل لأن يرسلوا الجنود لحرب الروم وحرب الفرس الذين أرسلوا إليهم رسائل تقول لهم بأن يدخلوا في الإسلام الدين العالمي الجديد، فلم يرضوا بالدين العالمي الجديد. فأما الروم فكانوا على النصرانية المحرفة، وأما الفرس فقد كانوا على المجوس وعبادة النار. فانطلق جيش المسلمين نحو العراق، وجيش المسلمين نحو بلاد الشام وحمص وبعلبك ودمشق وكل البلاد التي تحت سلطان الإمبراطورية الرومانية. وكان قيصر الروم في دمشق، وحصلت معارك كثيرة كان يقودها القائد سيف الله المسلول، الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيف الله المسلول الذي سيفتح به بلادا عظيمة في بلاد الشام ويقهر به الروم. سبحان الله، قاهر الروم والفرس سيدنا خالد بن الوليد أصبح يقاتل في معارك كثيرة قبل معركة اليرموك، معركة حمص ومعركة حماة ومعركة معارك كتيرة حارب فيها سيدنا خالد بن الوليد وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين قبل معركة اليرموك، وكان عددهم 36 ألف فقط. وكان من ضمن المقاتلين عرب المسلمين الأبطال سيدنا ضرار ابن الأوذر. وضرار ابن الأوذر ده كان يلقب عند الروم بالشيطان عاري الصدر. ليه؟ لأنه كان قوي، بطشه قوي، كان يقدر يقتل 100 فارس لوحده، وكان صدره عريان في أرض المعركة. فعلم هنا وردان قائد جيوش الروم أن هذا الرجل عاري الصدر هذا إن لم يقتل ذلك الفارس الذي يقوي من حماسة الفرسان المسلمين لن ينتصروا في المعركة. فأجمع عليه فرسان كثيرون فلم يستطيعوا أن يقضوا عليه، وقتلوا فرسه وأثروا من أثروا ضرار بن الأوذر هذا، وأسروه وأخذوه إلى خيمة قائد الروم وردان وقائد الجيوش في أرض المعركة. حينما رآه وأعجب به وبقوة جسده وصلبه وبنيانه وطوله وعرضه، أراد أن يأخذه هدية إلى قيصر الروم، وبشجاعته وقوته وضراوته في القتال أخذه ووضعه في قفص، ثم وضع عليه كتيبة مشددة من 500 فارس من فرسان الروم، وانطلقوا به إلى دمشق. علمت خولة بنت الأوذر، وديت صحابية جليلة، وفي نفس الوقت كانت فارسة قوية مغوارة متعلمة الفروسية منذ نعومة أظافرها، مع أنها كانت بنت وامرأة في العرب، ولكن كانت متعلمة الفروسية والقتال وركوب الخيل وغيره. فلبست لبس فرسان أسمر، ثم بعد ذلك لبست على وجهها لثاما أسمرا لا يبان من هذا اللثام أو اللي هي لابساه ده
القناع ده غير عينيها بس، عشان محدش يعرف إن هي إيه، إن هي امرأة. ثم أخذت سيفا قويا، سيف أبيها بالأوذر، وانطلقت خلف جيش المسلمين، ثم لم تنتظر الأوامر من خالد بن الوليد، وانقضت على صفوف الروم قبل أن تبدأ المعركة، وأخذت تقتل في الفرسان بحركات قتالية فروسية رائعة، وتتمايل ناحية اليمين والشمال، حتى اعتقد خالد بن الوليد أن هذا الفارس الملثم هو ملك أرسله الله تبارك وتعالى لكي يشجع من همة المسلمين. فحينما وجد الصحابة والمسلمين هذا الفارس الملثم يقتل في الروم ويقتل منهم العشرات، انطلق المسلمون بضراوة وقوة على جيش الروم لكي يقضوا عليه في هذا اليوم وفي هذا النهار. ثم أخذت هي تقاتل داخل جيش الروم، وهي أثناء قتالها تلك الفارسة المغوارة الملثمة خولة بنت الأوضة تحاول أن تبحث بعينيها الحاضقتين عن أخيها ضرار خلف خيام الروم، فلم تجد أخيها، وانتهت المعركة حتى تأكدت من خبر معلوم أن هنالك بعض الأسرى من المسلمين حوالي 30 أسير سينطلقون إلى أسوار مدينة حمص التي كانت قريبة من أرض المعركة دي، ودي معركة حمص قبل معركة اليرموك كمان. غدا سينطلقون في كتيبة مكونة من 100 فارس من فرسان الروم. فأخذت حصانها دون أن تنتظر الأوامر أو تقول حتى لخالد بن الوليد على هذا الأمر، وانطلقت نحو هذه الكتيبة تقاتل 100 فارس وحدها. انظروا إلى شجاعتها. كان من شجاعة فرسان العرب كثير من فرسان العرب الشجعان. كان من شجاعة فرسان العرب أيها الأحبة القعقاع بن عمرو التميمي، وخالد بن الوليد، وحمزة بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، وخولة بنت الأوضر، هذه المرأة الشجاعة القوية. فانطلقت وحدها تقاتل، وعلم خالد بن الوليد بعدم وجود هذا الفارس الملثم في الجيش، فأمر ضرارا بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب أن يأخذ كتيبة من المسلمين وينطلق بهم نحو صفوف الروم ليروا ما الذي يدور هناك. فحينما انطلق بهم بعيدا عن الجيش، أو لكي ينفذ خطة الكماشة، الخطة الشهيرة لخالد بن الوليد، وجد هذا الفارس الملثم يقاتل وحده 100 فارس حول أسرى المسلمين. فانطلق ضرار بن الخطاب من معه من المسلمون، وأخذ يقاتل مع هذا الفارس الملثم حتى أنهوا الروم وقتلوهم تقتيلا وفكوا أسرى هؤلاء المسلمين. وأخذت خولة بنت الأوزور تتفقد أحوال الأسرى، هل فيهم أخيها ضرار أم ليس موجود؟ فلم تجد أخيها ضرارا موجودا بينهم، ولكن علمت من أسير من هؤلاء الأسرى أن وردان قائد الروم قد وضعه في قفص خاص يذهب به إلى دمشق. وحينما أعلمها هذا الأسير هذا الأمر، انكشف اللسان عن وجهها، فعلم ضرار أنها امرأة، فسألها: من أنت يا امرأة؟ فقالت له: أنا خولة بنت الأوذر، وأخي هنالك ضرار سيذهب إلى دمشق، فسأذهب وألحقه بفرسي ورمحي وسيفي هذا قبل أن يدخل أسوار المدينة، فلا نستطيع أن نحرره أو نطلق أسره أبدا. فانطلقت بقوة وشجاعة الفرسان وحدها لتحرر أخيها دون أن تعلم الجيش، وقد علم من ضرار بن الخطاب هذا. فسأل الأسير فقال له: وهل مع هذا الأسير وحده المعلق في القفص فرسان كثيرون؟ فقال له: نعم، 500 فارسا من الروم. فاندهش هذا الرجل لقوة وشجاعة تلك المرأة وحدها. كيف ستذهب لتنقذ أخيها من براثم 500 فارس؟ فانطلق ضرار بن الخطاب إلى خالد بن الوليد فأنبأه بالخبر، وأعلمه أن هذا الفارس الملثم الذي كان يعتقد أنه ملكا يقاتل مع المسلمين إنما هي امرأة وتدعى خولة بنت الأوزور، وحكى لها قصتها. فعلم خالد بالخبر، فجهز ضرار بن الخطاب بجيش قوامه بكتيبة أو سرية صغيرة قوامها 700 فارس، وقال له: انطلق على بركة الله واذهب فالحقها. فذهب فلحقها.
عذرا أيها الأحبة، أقصد 200 فارس بس، 200 فارس من فرسان المسلمين رحيم مع ضرار بن الخطاب ليقاتلوا 500 دول. فانطلق ضرار بن الخطاب ولحق بخولة بنت الأوذور، فوجدها دون أن تنتظر الجيش دخلت المعسكر وأخذت تراقب، وعلمت أن أخيها ضرارا موجودا فيه، وعلمت هذا من شعره الأسير أنه كان يقول شعرا يرثي فيه حاله. فخرجت من المعسكر وأخبرت ضرار بن الخطاب بما رأت، وجدت أيضا فرسان المسلمين فاندهشت، وأخذت معهم تخطط خطة كيف يهجمون على معسكرهم هذا ويبيدوهم عن بقرة أبيه. وأخذوا هذا المعسكر بخطة الكماشة المشهورة عن خالد بن الوليد، عن يميني ويساري وأمامي وخلف المعسكر، وانطلقوا عليهم فأبادوهم جميعا عن بقرة أبيهم. ودخلت خولة في مشهد إنساني راق رائع لتفك الحبال عن أخيها، ويحتضنا ويتكلمان مع بعضهما، فتقول له: أخي أين كنت؟ وقد من الله تبارك وتعالى علي بالقوة حتى أنقذك. فقال لها ضرار: صدقت الوعد يا بنت الأوذر، وها قد من الله تبارك وتعالى علينا بالسلامة. فأعطته سيفا قويا، وأخذ مع جراحه يقاتل مع المسلمين حتى أبادوا قوة الروم هذه. وبهذه القصة الملحمية الرائعة أصبح اسم خولة بنت الأوذور وأخيها ضرار مشهورا كثيرا بين القبائل العربية، وفي جيوش المسلمين يأخذون بها. وأصبح يتحرج أي مسلم وهو يقاتل الروم أن يرى امرأة تسبقه في صفوف المسلمين تقاتلهم، ولا يتقدم هو بقوته فيقاتل. أصبح يتحرج من هذه المسألة، امرأة تقاتل بهذه القوة والشجاعة والجسارة ولا أستطيع أنا أن أقاتل؟ لا، بل أقاتل. فأصبح كل العرب والمسلمين في هذا الوقت والصحابة يقاتلون الروم بكل قوة وبسالة، حتى أتى يوم اليرموك. وقبل أن أتحدث عن يوم اليرموك حدثت موقعة، ألا وهي موقعة حمص قبلها. فكان المسلمون معهم ضرار بن الخطاب وضرار بن الأوذور مجتمعين جميعا الرجال في مقدمة الجيش ليقاتلون جيش الروم وجيش وردان هذا، بينما كان النساء في الخلف ليضممن جراح المسلمين وجراح كل من أتى من قتلى أو جرحى المسلمين، وكانت على رأسهم طبعا خولة. فحينما كان هذا الوضع والجيش على هذه الحالة، ما الذي حدث أيها الأحبة؟ حدث أن خرج بطرس بكتيبة صغيرة من الروم، يعني عليها 600 فارس من الروم أو 700 فارس من الروم، وانطلق، لأن كتائب الروم ديت بالنسبة لهم كبيرة جدا. يعني مثلا بيجيبوا أعداد كبيرة، 100,000 200,000، أعداد ضخمة عشان يقاتلوا بس 36,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. سبحان الله العلي العظيم. انظروا كيف كنا وكيف صرنا، إنها قوة الإيمان والتزكية أيها الأحبة. فانطلق خلف صفوف المسلمين لكي يهاجمهم من الخلف، فوجد النساء والجرحى، ولم يستطع أن يدرك مقدمة جيش المسلمين، فأخذ يقتاد النساء أسرى بطرس دي والكتيبة اللي معاه اللي هما من 700 جندي، وأخذت خولة تدافع بمنتهى القوة حتى قتلت منهم قتلى. وفي النهاية لأنها كانت وحدها ضد هذا العدد الكبير، وقعت أسيرة مع أسرى النساء، ثم سوقوا جميعا إلى معسكر الروم هذا الذي كان قوامه 600 فارس بس. فأخذ بطرس النساء المسلمات جميعا في خيمة كبيرة، وكان عددهم كبير، ثم أخذ هو والقادة الذين معه يتقاسمون مع بعضهم من سيأخذ من أسرى المسلمين سابية له أو جارية له. وقد أعجب بطرس بقوامي وشدتي وجمالي وشكل خولة بنت الأوذر هذه، فقال لها: أنت لي وستكون من نصيبي. فحميت حمية في صدري خولة بنت الأوذر، وتلك الحمية هي حمية العرب وحمية النخوة
حمية الشرف والشهامة، فأخذت تخاطب النساء خطاب العربية الأصيلة، فتقول لهم: كيف ترضون يا بنات حمير ويا بنات تميم ويا بنات العرب، كيف ترضون أن تكونوا تحت أكناف عجول الروم هؤلاء؟ كيف ترضون بالذل والمهانة بعد العزة والكرامة والشرف؟ فقالت لها واحدة منهم، وكانت تدعى عفراء بنت تميم: كيف لنا يا خولة وهم معهم أسلحتهم ودروعهم وعددهم ونحن لا سلاح لنا؟ فقالت لهم خولة: اتخذنا من أعمدة هذه الخيمة وخشبها سلاحا لكن ضدهن. وكانت خيمة كبيرة وفيها أعمدة كبيرة، فكان مشهدا قويا وشجاعة وغزارة من تلك المرأة القوية الملثمة خولة بنت الأغور. وأخذت من أعمدة ماذا؟ من أعمدة الخيام أسلحة من الخشب لهن جميعا، فكان مشهد مهيب ورهيب. فلما دخل بطرس الخيمة وجد نساء أمامه محملات بالأدرعة من الخشب، اللي هي فروع الخشب بتاعة الخيمة دي، فضحك ضحكا كبيرا وسخر منهن وقال لهن: كيف لكن أيها النسوة بهذا الخشب أن تقاتلوا الحديد؟ هل أنتم مجانين؟ ثم أخذت خولة كالأسد الذي يحمي عرينه ويحمي قطيعه تشكل دائرة، جميع النساء في دائرة، كل واحدة منهن ظهرها إلى أختها خارج هذه الخيمة، وجميعهن معهم ماذا؟ معهم سيوفهم التي هي من خشب أعمدة الخيمة، ويغبطن فرسان الروم هؤلاء على حديدهن وعلى رؤوسهن حتى يدمينهن ويدمون أيضا رؤوسهن بالدم. فانعجب واندهش بطرس لقوتهن وقال: ما هذا؟ ما تلك القوة؟ وانقض بقوته وبسلاحه على خولة، فإذا بها تضربه على رأسه مرتين وثلاثة وأربعة حتى وقع على الأرض من شدة الضرب والدم الذي يسيل على وجهه. وسبحان الله، اندهش لقوة نساء المسلمات ولقوة هؤلاء الصحابيات ولقوة تلك الصحابية خولة بنت الأوزر، فاندهش للقوة دي. سبحان الله العلي العظيم. انطلقت المسلمات يدافعن عن شرفهن بهذا المشهد المهيب، وظل هكذا متماسكات يضربهن ويجرحهن فرسان الروم، وهم يضربن ويجرحن فرسان الروم بتلك الأعمدة من الخيام، حتى أحدثنا في تلك البقعة غبارا شديدا من الرمل. فاكتشف خالد بن الوليد من بعيد أن في تلك المنطقة البعيدة غبارا كبيرا من الرمال، فأمر ضرارا ابن الأوذور أخيها بقى ضرار بن الأوذور أن يأخذ كتيبة من جيش المسلمين وينطلق ليرى ما الذي يحدث هناك. فانطلق بسرعة خاطفة هو كتيبة جيش المسلمين ليجد أخته خولة ومع نساء المسلمات يقاتلن الروم بأعمدة خشب الخيمة، فاندهش لهذا المشهد وشاب شعره واندهش جدا المشهد دوت حتى وقف شعره له. ثم انطلق مع المسلمين كلهم بسيوفهن يقاتلن جنود الروم حتى أبادوهم، وهرب بطرس من تلك المعركة، وفازت خولة بقضية القوة والشرف هذه حتى اشتهرت بين جنود الروم كما اشتهرت بين جنود العرب. فيقولون عنها في جنود الروم: من قابل خولة تلك الفارس الملثم فلا يقاتلها ولا يقابلها، يسيبها ويهرب من فك منها. ثم قال بطرس لقائد جيوش الروم وردان: كيف لنا يا قائدنا المعظم؟ ونقول لقيصرنا المعظم: كيف لنا أن نهزم رجالا من العرب؟ هؤلاء هم نساؤهم كاللبوات الصارخات القويات، لا يستطيع أحدا أن يقف أمامهن، فكيف لنا أن نهزم الرجال إن كان النساء هكذا؟ فاندهشوا لهذه القوة التي عند المسلمين. لذلك سبحان الله العلي العظيم، ربنا ثبت الصحابة والمسلمين في كل المعارك ديت. وفي معركة اليرموك كانت خولة بنت الأزور قائدة يستشيرها خالد بن الوليد في بعض خططه العسكرية والحربية، لترى أن الإسلام تقدم من 1400 سنة حتى أصبحت في جيش المسلمين قائدة تستشار في المعارك العسكرية. سبحان الله العلي العظيم. شوف تقدم وتطور الإسلام، حتى المرأة لها دور عظيم جدا في الإسلام من أيام النبي صلى الله عليه وسلم ومن أيام الصحابة.
كما ترون أيها الأحبة. وبعد ما انتهت المعارك عادت خولة وتزوجت من أحد أمراء الجيش المشهورين، وأنجبت أولادا وعاشت حياة مستقرة، ولم يحدث لها شيئا بعد كل المعارك والانتصارات والفتوحات التي فتحها المسلمين في بلاد الشام. فالفكرة أيها الأحبة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد زكوا أنفسهم، وبالتزكية نصرهم الله تبارك وتعالى، وألقى الرعب في قلوب أعدائهم وثبتهم الله تبارك وتعالى. فإن تنصروا أمر الله ينصركم يثبت أقدامكم ويزكيكم ويطهركم، إن زكيتم أنتم أنفسكم في طريق الطاعة والعبادة، وفي طريق القرآن والسنة، وفي طريق إعمار الدنيا والحياة والعلم والعمل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وكل فعل للخيرات أيها الأحبة هو تزكية، ويرفعك في مقام من مقامات التزكية. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يزكون أنفسهم نحو الخير والصلاح والفلاح. اللهم أت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.